قبل ما اقول لك الحدوته تبدا من الحك، فانا احب اقول لك ان انت تروح تعمل سبسكرايب لقناتي اللي هي حسن فهدي، يعني لو انت ما عملتش، وتروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته مصريه لو انت برضه ما عملتش، عشان احنا لسه منزلين فيديو جديد الا وهو فيديو فيلم عمهم. فانت اعمل حاجه، روح اتفرج عليه وبعد كده تعالى قول لي رايك. الحدوته تبدا ونشوف جيسي بينكمان واقف مع نفسه كده وبيجي له مايك وبيقول له بص يا معلم، انا كده كده الكارد مش كاري وانا راجل كبير وتعبت ومش هكمل، وبص انا وولتر مش هنغصبك على حاجه، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. فعم جيسي بيقرر ان هو كمان مش هيكمل في الموضوع ده عشان صراحه هو تعب يعني. هو بيسال جيسي مايك هو انت لو في سني يعني وفي مكاني هتعمل ايه؟ انصحني يعني كده بالبلدي. فبيقول له بص انا بنصحك تسافر لالاسكا وتبدا حياه جديده هناك مع نفسك بقى ايه، وابعد فيها عن الاجرام بقى ايه فاهم والحاجات دي كلها. وبعد كده بنشوف لما جيسي كان بيهرب بالعربيه كان فرحان جدا ومزقطط ومش مصدق نفسه، بس بيلاقي ان البوليس جابه وبيطارده يعني، فبيقدر في اخر ان هو يهرب منهم وبيروح عشان يستخبى عند واحد كده اسمه سكيني، وبيقول له بقى على اللي حصل يعني، وبيقول له ان هم لازم يخبوا العربيه دي عشان البوليس ممكن يلاقيهم ويفشخوهم ساعتها. فبيخبوها مع بعض في المخزن بتاع البيت، وبيدخل جيسي وياكل كانه ما اكلش من زمن وبينام عندهم كمان. وبنشوف بعد كده تاني يوم قاعدين مع بعض، هو في اخبار الناس كلها عماله تتكلم عليها عن وونتر وايت وان هو جاب سلاح آلي خطير يعني وكده فاهم انت. وبيصحى عمك جيسي من النوم وبيبقى ناسي اساسا هو فين وبيحاول ان هو يهرب، ولكن سكيني وبادجر بيدخلوا عليه فكان هيضربوا هم كمان بالنار، بس بيستوعب كده هو فين، هو صحيح تقريبا مهيس اساسا مش عارف هو فين. بعد كده سكيني بيطلع له هدوم علشان يلبسها، وبعدها وهم قاعدين سكيني بيقول لجيسي ان انت تخش تستحمى وتحلق شعرك ودقنك عشان ما حدش يعرف انت مين اساسا فاهم انت والحاجات دي كلها. ونشوفه بعد كده هو بيستحمى وبيفتكر بقى كل التعذيب اللي هو اتعرض له وكده، وبنشوف بقى الاثار بتاعت التعذيب دي على جسمه. بعد كده بص حاول لما بيخلص حمى بيطلع يتكلم معاهم شويه، وبياخد التليفون من سكيني وبيتصل بواحد كده اسمه جو، وده كان شغال في مكان كده بيعدموا فيه السيارات. وبيقابل بقى صاحبها الراجل ده وبيقول له عينيا ليك يا اسطى في ايه يا جدع، وبيجرب يفحص العربيه بجهاز كده بس بيلاقي ان على الجهاز ده بيصفر، وده معناه ان العربيه دي فيها جهاز تتبع وشغال كمان. فالراجل ساعتها بيجري بسرعه بيقول لهم بقول لكم ايه، انا كده كده العربيه دي هتتجاب فانتوا هربوا من هنا احسن لكم يعني، فبالاخر كده البوليس هيقفشكم. وبيقول ساعتها البادجر انت تاخد عربيتي وتوديها على الحدود، وعمك جيسي هياخد عربيتك ويهرب، واحنا كده كده هنسيب العربيه هنا. ولما البوليس يجي هقول له ان انا قابلت جيسي وان احنا حششنا مع بعضينا كده وبدلنا عربيات سوا عشان انا بحب النوع ده من العربيات، واخلع بقى بالصحاب بسرعه. فعمك جيسي بيساله طب انت يا اسطى هتعمل معايا كده ليه بس فهمني يعني. فبيقول له يا اسطى انت بطل يا اسطى، يا اسطى انت بطل يا اسطى. بعد كده ايه بيتكل هو على الله، انت بطل يا جدع. المهم بعد كده جيسي بياخد العربيه وبيمشي ويشوف بقى ان الدنيا مليانه بوليس والبوليس رايح على المكان ده. بعد كده بالصحاب بنرجع فلاش باك مع جيسي، وبيصحى عمك جيسي من النوم وبيبقى محبوس في اوضه اللي عند تود، وتود بيصحيه وبينزل له سجاره كده ويفضل بقى يكلمه شويه عن الجو النهارده، وبيقول له حذر فذر احنا لوحدنا النهارده عشان عم جاك النهارده اخد الكل اليفنت بيوت عشان بيحتفل ان هو اشترى مركب جديد. وبيقول له بالمناسبه دي بقى بالصحاب انا عايز مساعدتك في حاجه كده، وبيقوم جاي يخرجه من القفص وبيقول له بص لو حاولت ان انت تهرب انت عارف بقى اللي ممكن يحصل فيك ايه. وبنشوف ان هما الاثنين راحوا بيت تود وبيشيلوا هما الاثنين غطا عربيه. فعم جيسي بيساله هو ده بس اللي انت عايزني فيه يعني ولا ايه الدنيا؟ فبيقول له لا ده جزء بس اللي انا عايزك فيه. بعد كده بنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف ان جيسي راح بالليل على الشقه بتاعت تود وبيدخلها بصعوبه عشان هي كانت متشمعه والبوليس فاهم كان قافلها وكده. بعد كده بنرجع فلاش باك تاني وبنشوف يا عم الحاج ان في واحده ميته كده، هو بيبقى يعني تود هو اللي قتلها عشان من الاخر يعني بعد كلام كتير يعني عرفنا انها عرفت مكان فلوس كتير وكان مخبيها، وتود كان جايب جيسي عشان يساعده ان هو ايه يخفوها. بعد كده بنشوف جيسي في الوقت ده بالصحاب بيفضل يدور على الفلوس اللي هو مخبيها في كل حته في البيت، وبيكون هو واقف كده بيشوف التلفزيون بتاع الجيران ان الاخبار جايبه ابوه وامه، فبيتفاجئ جدا كده وبيفتح التلفزيون وبيلاقي ان هم بيقولوا ان هو لازم يسلم نفسه عشان ده الحل الوحيد. وبيبقى جيسي مصدوم جدا من اللي هو شايفه ده وبيزعل قوي صراحه. بعد كده بنرجع فلاش باك وبنشوف ان جيسي وتود اخدوا الجثه بتاعت الست دي وراحوا على الصحراء، وبيبقى يعني في الطريق عمك تود ولا فارق معاه بنص جنيه اللي بيحصل ده، وعمال يسمع اغاني ويغني والدنيا سكرانه خالص يعني. المهم لحد لما بيوصلوا المكان هيدفنوا فيه الست دي وبيدفنها جيسي. بعد كده بيقعدوا هما الاثنين يتكلموا شويه وتود بيقول لجيسي روح هات علبه السجاير من العربيه. بعد كده جيسي بيروح على العربيه عشان السجاير وبيلاقي مسدس فبياخده، كان عايز ساعتها ان هو يقتل بيه تود، بس تود بيحاول ان هو يهديه بيقول له يا عم ده انا هجيب بيتزا بقى وبيره واحنا الاثنين مروحين والدنيا هتبقى بص اخر انجها. وجيسي ساعتها بيفضل يعيط عشان الفتره اللي قعدها في السجن اثرت فيه جدا فاهم انت، وقتل حبيبته قدامه برضه والحاجات دي كلها الواد جيسي اتعذب يعني. المهم بعد كده بنرجع تاني لجيسي دلوقتي اللي قلب الشقه حرفيا عشان يعرف يلاقي الفلوس دي، ولكن هو ما لقاهاش خالص، وقعد لحد الصبح على الحال ده لحد لما لقاها بالصدفه كده كانت موجوده جوه باب الثلاجه اساسا، ولسه هياخدها يا مؤمن بيلاقي ان في اتنين بيدخلوا الشقه والاثنين دول بيبقوا بوليس اساسا. ساعتها بيمسك جيسي واحد منهم وبيهددهم ان هو هيموته، وبيقول لهم ان انا بس هاخد حاجه من هنا واتكل على الله مش هاذي حد خالص. فبيقولوا له ساعتها ان البوليس مغرق الدنيا بره ومش هتعرف انك تهرب، بس بيطلعوا اساسا في الاخر حراميه ولاد كلب يعني، وبيقرروا ساعتها ان هم الثلاثه يقسموا الفلوس على بعض وخلاص يعني. بعد كده هو ماشي بيقدر ان هو يعرف العربيه بتاعتهم. بعدين بيروح لواحد كده والصحاب المفروض يعني هو ده اللي هيصفره، وبيتكلم معاه شويه وبيبقى فيه المفروض كلمه سر كده بس هو كان ناسيها اساسا. يخرب بيت امك يا جيسي على التخلف العقلي اللي انت فيه يا جدع. المهم بيقول له عم الحاج انا ولا معايا سلاح ولا جهاز تصنت ولا اي نيله من الكلام ده، انا عايز بس اخلع من هنا. ولما بيعد الفلوس بيلاقي انها ناقصه. بعد كده الراجل بيقول له بقول لك ايه انت تخلع من هنا احسن لك بدل ما اعمل معاك الجلاشه وتصل بالبوليس فاهم ويجي يفشخوك. هو
فبيعمل نفسه ان هو اتصل بالبوليس وقال لهم ان في حد بيهددني فاهم انت، وساعتها هم هيجي يعملوا معاك جلاشه. ساعتها جيسي بيقول له انت اكيد يا اسطى ما كلمتش البوليس، عشان انت لو كلمت البوليس وقبضوا عليا عندك فانا هعترف عليك اساسا وهقول بقى ان انت بتزور وبتنيل وبتعمل وبتسوي. بعد كده البوليس بيجي بالصحافه، عمك جيسي بيهرب بسرعه. لو انا اسود اتصلت بيهم بجد ولا ايه؟ المهم بالصحافه بيدخلوا بيسالوا الراجل عنه، بيديلهم مواصفات تانية خالص غير مواصفات جيسي. بنشوف ساعتها جيسي قاعد في العربيه بالصحابه، بيتصل بالراجل وبيقول له انا هجيب لك بقيه الفلوس وخرجني بره البلد دي وحياة ابوك عشان انا خلاص زهقت. بعد كده بنشوف جيسي بيتصل بابوه وامه بيقول لهم ان هو هيسلم نفسه في مكان معين وان هو بيعتذر لهم عن كل اللي حصل ده. وبقى جيسي عمل كده عشان يغفلهم ويخليهم يروحوا على المكان ده هم والبوليس. وبيروح ساعتها جيسي على البيت عشان ياخد مسدس ابوه وامه من هناك. وبعد كده بيروح للعصابه اللي هم سرقوه في البيت بتاع تود، وبيلاقي ان هم معاهم ناس فبيستنى لحد لما يمشوا. بعد كده بيدخل لهم وبيقول لهم بصوا انا ناقصني $1600 وعايزهم وهمشي من هنا ومن غير بقى اي كلام كتير. بنشوف ساعتها ان واحد من الشله دي بيقول له بص احنا هنضرب بعض واللي هيكسب ياخد الفلوس كلها. ولسه ما كملش الجمله اساسا وجيسي بيخلص عليه. يعني هو جيسي اساسا فهم طلع 200 امه في الحياه فمش ناقصه معاه بني ادمين تاني. المهم ساعتها واحد تاني كان عايز ان هو يقتل جيسي فقام جيسي مخلص عليه هو كمان. هو بيهدد بعد كده باقي العيال اللي كانوا موجودين دول وبياخد منهم بطايقهم هم كمان عشان لو فكروا ان هم يبلغوا فاهم انت يسلمهم هم كمان. وبياخد برضه الفلوس والسلاح وبيمشي. بعد كده بيفجر المكان كله وبيخلع. جيسي بقى فاندام في نفسه. المهم بعد كده بنرجع فلاش باك تاني لجيسي وهو وولت. مش عارف انا الفلاش باك بتاعت بريكنج باد ده فيها يا جدعان. المهم بعد كده بنشوفهم قاعدين في المطعم وبيتكلموا مع بعض وبيبقى وولتر خايف جدا من السرطان اللي عنده. فاهمك جيسون بيقول له ما تقلقش لو حصل لك حاجه انا هدي فلوس لعيلتك كلها. وبيفضلوا يتكلموا بقى في شويه حاجات كده. ولما كان جيسي في المدرسه بقى والكلام ده بعد كده وولتر بيقول لجيسي انت على فكره عندك فرصه انك ترجع تدرس تاني يعني الحاجه اللي انت بتحبها وتبدا حياه جديده بما انك معاك فلوس. وبيقول له يا جدع يا بختك والله انت محظوظ جدا ما كنتش مضطر انك تستنى حياتك كلها عشان تعمل حاجه مختلفه يعني. بعد كده بنشوف ان جيسي خلاص وصل الاسكا وبيتكلم مع الراجل اللي وصله وبيسمع له الحاجات اللي حافظها زي بقى اسمه الجديد والهويه بتاعته الجديده. والراجل بيقول له قليلين قوي اللي محظوظين بان هم يبداوا حياه جديده. بعد كده بيركب العربيه وبيمشي وهو في العربيه كده بيفتكر بقى ذكرياته مع جين حبيبته اللي اتقتلت ولما كانت بتكلمه عن نظريه الكون ان احنا بنروح مكان ما والكون هو اللي بيسوقنا يعني ويودينا. وبيقول ساعتها ان هو كان معاه حق وانها كانت فلسفه جميله جدا. فبتقول له انها كانت يعني بتقول اي كلام وخلاص. وبتقول له ان الافضل انك تاخد قراراتك بنفسك وما تسيبش الدنيا هي اللي تسوقك يا جيسي يا اخويا. وبيسوق بعد كده جيسي في الاسكا وهيبدا ساعتها حياه جديده مع نفسه من جديد. وبس كده صديقي توتا توتا لقد انتهت الحدوته. في بقى مسلسل كده تبع برضه بريكنج باد اسمه بيتر كول سول. فانت ممكن برضه تقول لي في الكومنتات لو انت عايز المسلسل ده فاحنا ممكن الله اعلم يعني احنا ممكن نعمله. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير. بس تعمل فولو على انستجرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده. وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريبت ده. وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فهد. وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته مصريه. وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده. وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان انا تعبتك معايا. وبس كده كده سلام عليكم.